بقول لك كمان الحاجه اللي يعني فكر فيها كده واتفرج على الماتش كويس. بيراميدز في اسوأ حالاته الفنيه بيدي الاهلي 3. لا ده ان كان بيدل على شيء الفرقه دي هتتفور. فرقه النادي الاهلي دي هتتفور. الموضوع كله على بعضه وبعدين يا جماعه ما هي القصه كلها على بعضها ايه؟ دي فلسفتي في الحياه عموما يعني. اي حاجه في الدنيا ليها ثمن. هتوصل وتنجح فانت دفعت ثمن معاناه وشقه وشغل واستراتيجيه وافكار وترتيب اوراق وكذا وكذا وكذا، فهتوصل في الحته دي، فده طبيعي انت دفعت ثمنه هنا. خلاص كده؟ طيب هتعمل حاجات كتير غلط، قرارات كتير غلط، هتدفع ثمنها هنا. فالاهلي دلوقتي ده عن مجمل اعماله. كل ما يحدث في الاهلي اليوم عن مجمل اعماله. اللافت للنظر ان هذه الحاله ليست فقط عند جمهور النادي الاهلي. هذه الحاله موجوده بالتبعيه عند اعلاميين النادي الاهلي ومؤثري النادي الاهلي اللي طول الوقت بيدعموا النادي الاهلي بشكل غير طبيعي. بس هي فكره دايما بستحضر كلام صديقي العزيز احمد عز في الحته دي، لانه قال له عنده جمله عبقريه قوي. انت لعيب مش عارف تباصي، انا هدعمك في ايه؟ انت بتقول لي ادعمك في ايه؟ ما انت مش عارف تباصي. يعني لما بتجي لك الكوره انت مش عارف تباصي. مهازل النهارده في الملعب، انا عايزك تتفرج على المهازل النهارده، في مهازل. فانت مش عارف انا ادعمك ازاي؟